متعة، مستمتع، أنت مستمتع. برشلونة بتكسب ريال مدريد في ماتش آخر متعة، بيثبت لك كل مرة إن الكلاسيكو مهما كان فيه ومهما غاب فيه هتفضل مستمتع بماتشات ريال مدريد وبرشلونة. منتهى الأمر، انتهى الأمر في وجود رافينيا. يا رافينيا، رافينيا هو لاعب برشلونة، رافينيا هو نجم برشلونة، رافينيا كل مرة بيثبت لك إن وجوده هو وبيدري في برشلونة هم أهم اتنين في برشلونة. طبعا جارسيا الحارس كده كده مهم جدا، وبرشلونة أخيرا لقى ضلته في حارس. إيريك جارسيا اللاعب الجوكر اللي بيلعب يمينه في الدفاع وفاف ديفندر موجود، ديونج اللي بيساند بدري، اولمو اللي بدأ يستعيد شوية طول ما هو مش بيتصاب. أنا أول مرة أشوف اولمو سريع النهاردة، شفت في كورتين سريع جدا النهارده. برشلونة استحق الفوز، استحق الفوز، وكان يقدر يجيب تالت وكان يقدر يجيب رابع وخامس كمان. ولكن ريال مدريد كانت تقدر تتعادل، كانت تقدر تتعادل. ولكن اخر فرصتين للريال يثبت لك ان اللعيبه مش واثقه في نفسها. ريال مدريد هو لاعب كيليان امبابي، هو معتمد على لاعب واحد. فينيسيوس النهارده كان كويس عكس كتير من الماتشات، ولكن كيليان امبابي هو 90% من قوة ريال مدريد، وال10% التانية متقسمة على كورتوا. وممكن نحط مثلا فالفيردي، مع ان فالفيردي الموسم ده برضه مش في احسن حالاته، ولكن كورتوا وفالفيردي وكيليان امبابي التلاتة هم عمود ريال مدريد، من غيرهم الريال هيخسر من اي حد، هيخسر من اي حد. ايوه بقول لك هيخسر، مش هيتعادل، مش هيتعصر، هيخسر. برشلونة والشوط التاني الجبروت اللي عملوه باستثناء اخر 10 دقايق، السيطرة على الكورة والاستحواذ على الكورة، حتى هم متعادلين او هم متقدمين ثلاثة، كذا مرة يجي هجمة مرتدة بيلاقي ان الكورة صعب تكتمل هجمة، فيرجع تاني ويعمل باص تاني كتير كتير كتير. ده متعة. راشفورد كان هيخلص في مرتين، لكن ده راشفورد من ايام مانشستر يونايتد. اما الناحيه التانيه كله هيلوم الونسو. انا مش شايف الونسو النهارده يلام، حتى لو الونسو غلط في كذا حاجه. انت في اخر 5 دقايق او في اخر 3 دقايق جالك جونين، جونين ما يدعوش. فانت هتقول ايه؟ او هتنتقده ازاي؟ او هتعمل ايه؟ ده الكوره بتاع الكاريرز دي 3 لعيبه بيعزموا على بعض ازاي يشوط، ازاي يكمل، وفي اخر شوطه في نص الجون مش عارف زي جون. حتى الكوره الاخيره خالص دي مش عارف مين عملها بالهيد، لو في أي زاوية بنسبة 90% جون. لكن هم بيعملوا بعمل عليها خلاص بقى، مش لازم بقى أدوس على الكورة أعمل. فينيسيوس ضيع كذا كورة لكن كان الخطورة كلها منه. مبروك لبرشلونة، مبروك لنا عشان برشلوني، وهارد لك لريال مدريد، ولكن مباراة ممتعة.